لا تنسون عام 1907. أوصيكم وأنتم وأبنائكم لا تنسون 1907. مؤتمر آخر نجني ثماره المرة الآن عام 1907 دعا له رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت اسمه كامبل بانرمان. دعا 7 دول أوروبية ليست من بينها ألمانيا، دعا 7 دول وقال لهم بالفعل نحن الآن في مرحلة انحدار. فيسأل ال7 دول يقول بيننا خلافات كبيرة وبيننا تنافس خطير، لكن هل تريدون البقاء على القمة أم تريدون بالفعل مواصلة السقوط؟ فإذا بالإجماع يقول لا، نريد البقاء على القمة. وزعت في تلك اللحظة خرائط الوطن العربي، كل الوفود كل فرد أخذ بلا شك خريطة الوطن العربي. فإذا بيسأل كامبل بانرمان استلمتم الخرائط؟ قالوا نعم، ويدوا يطلعونها يعني. فإذا بيقول هذه المنطقة من الخليج إلى المحيط هي سر قوتنا وسر ضعفنا. هذه المنطقة الآن منطقة ضعيفة مهلهلة جاهلة متشرذمة، يتقاتلون على قطرة ماء، لكنهم يمتلكون كل مقومات النهضة، يمتلكون ما لا نمتلك كلهم إلا بعض الأقليات البسيطة، كلهم يتبعون دين واحد. بينما في أوروبا عشرات وعشرات المذاهب يمتلكون دين واحد، لغة واحدة. يقول من يذهب من الكويت إلى نواكشوط ما يحتاج مترجم، يتكلمون لغة واحدة. شوف المساحة الشاسعة. هذه المنطقة تشرف على أوروبا من الشمال وعلى أفريقيا من الجنوب وعلى شبه القارة الهندية وعلى آسيا. هذه المنطقة تحتوي على كل الرو ماتيريالز كما ذكر هناك، المواد الخام اللي يحتاجها الغرب. هذه المنطقة تستطيع أن تخنق العالم كله من خلال مضيق هرمز، باب المندب، قناة السويس، مضيق جبل طارق. فإذا هذه المنطقة ما لم تظل ضعيفة إن نهضت، لأنهم كما قال لا يحتاجون إلا لقيادة صالحة، بس قيادة صالحة. متى ما حصلوا على القيادة الصالحة ستنهض هذه الأمة، لأنهم لديهم كل مقومات النجاح. فإذا بالسؤال ماذا نفعل؟ أنا أتمناكم إخوان والله لو احنا ندرس المادة خلناكم تقرؤون كل مقرراتهم، خلونا نفهم شو اللي صار ضدنا. إذا بهم يصلون كما قلت لكم إلى 3 أمور. يقولون يجب زرع جسم غريب يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي. ما سموه إسرائيل، الأوراق عندي ما قالوا إسرائيل، بالإنجليزي وبالعربي، لكن ما قالوا جسم غريب. هذا الجسم الغريب له 3 أهداف. الهدف الأول أن يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي. الثاني أن يكون ولاء للغرب. الثالث وهو المهم أن يجعل المنطقة في حالة لا توازن، لأن التوازن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد النهضة. ونحن نريد أن نخلق أجواء تمنع نهضة إذا ما قرأنا هذا خطأ احنا. فإذا بالغرب بالفعل يقرر إنشاء جسم غريب له 3 أهداف: يفصل المشرق العربي عن المغرب العربي، يكون ولاءه للغرب، ويعطل نهضة الأمة العربية. ليه ما قرأنا المقرر من عام 1907 يا أحبابي؟ من عام 1907 ما قرأنا المقررات. والله لو الأمر بيدي نقررها على طلابنا في كل المراحل. نحن إلى اللحظة هذه ما عرفنا عن هذاك المؤتمر، وأتحدى أن يكون أحد عنده مقررات المؤتمر، أتحدى. بينما الذي عرف عنه اليهود، فإذا باليهود بقيادة حايم وايزمان يذهبون إلى بريطانيا أم الخبائث وإلى ألمانيا وإلى كل الدول. أول ما ذهبوا طبعا للخلافة التركية، لكن منعهم طبعا الخليفة عبد الحميد السلطان. فإذا بهم يقولون قرأنا المقررات، إيش رأيكم
إحنا نكون الجسم الغريب. نعاهدكم إن ولاءنا لكم للغرب، بس بشرط ما تتركونا، كل ما نطلبه منكم أعطونا إياه. لنا دور واحد، تعطيل نهضة الأمة. يكفيكم؟ قالوا يكفونا، يكفينا ذلك. فاللي تراه أنت الآن هذا عقد بينهم، أننا نعطل نهضة الأمة، نجعل الأمة في حالة لا توازن، لأن التوازن يولد الاستقرار، والاستقرار يولد النهضة، ونحن لا نريد هذه النهضة. فإسرائيل لا تريد أن تخسر كثير، تعالوا أنتم ما نقوم بدوركم. فلا يمكن تسمح لأمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا أي الدول دي بهزيمة إسرائيل، لأن هزيمة إسرائيل يعني هزيمة مشروعهم الذي وضع عام 1907.